10 أسباب يخلوك تختار لغة ألمانية. معاك هير محمود فؤاد، وإحنا النهاردة هنتكلم على أكتر سؤال محير وأكتر فكرة بتلخبط الناس وبتلخبط الطلاب وهم داخلين أولى ثانوي، هم وأولياء أمورهم. مش بس كده، ده كمان الناس اللي في مدارس اللغات، سواء في بداية من إعدادي بيبدأ ياخد لغة تانية أو بداية من ابتدائي بيبدأ ياخد لغة تانية، برضه بيتلخبط شوية وبيبقى داخل محتار هو وولي أمر. طبعا كل ولي أمر نفسه يختار أحسن حاجة لابنه، فإحنا النهاردة هنقولك على 10 أسباب يخلوك تختار اللغة الألمانية. بالنسبة للسبب الأول، أول حاجة وأهم حاجة واللي خلتني أنا شخصيا أختار اللغة الألمانية لما كنت طالب هي سهولة النطق. ده بص يعني البريمو، هو ده الجوكر بتاعنا من الآخر، اللي مكتوب منطوق. ومش بس كده، الموضوع بينقسم لجزء تاني، ان اللي مكتوب ثابت او المنطوق ثابت. يعني ايه؟ يعني مثلا هيظهر قدامك دلوقتي كلمات على الشاشه، يعني لما اجي اقول لك مثلا المكتوب منطوق، بص انا هقول كلمه لو حد ما يعرفش الماني مش هيبقى عارفها، اسمها فراجن. فراجن، ما طلعناهاش على الشاشه، دلوقتي هنطلعها وتشوف اللي طلع لك على الشاشه زي اللي انت فكرت فيه ولا لا. على عكس مثلا كلمه ميسيو اللي هي كلمه فرنسويه، مع كامل احترامنا للفرنساوي ولمدرسين الفرنساوي كمان، لكن انا عايز اقول لك ان الالماني هي دي نقطه الجوكر بتاعته. على عكس كلمه 8 مثلا في الانجليزي، رقم 8 هتلاقي لازم في حروف سايلنت وحروف بتتنطق بشكل مختلف. يبقى احنا عندنا المكتوب منطوق، اوبا دي احلى حاجه واهم حاجه عندنا. طيب رقم 2، موضوع الثبات. يعني ايه ثبات؟ يعني لما اجي اقول لك حرف عندنا بيتنطق سواء في اول الكلمه، في نص الكلمه، في اخر الكلمه، على طول ثابت. زي الامثله دي، مثلا التفاحه بالالماني اسمها ابفل. ابفل. الاب بالالماني اسمه فاتا. فاتا. بالنسبه لكلمه نعم بالالماني اسمها يا. لو حد خد باله من الامثله المكتوبه هتلاقي حرف في الاول، في النص، في الاخر اسمه على طول لما تبص على الانجليزي مثلا كمثال هتلاقي ان حرف بيختلف، او حرف هناك بقى بيختلف، مره بنطقه او ومره بنطقه والكلام ده مش عندنا في الالماني. يبقى دي كده الميزه رقم 1 اللي هي كانت اهم حاجه عندنا. لسه في مميزات كتير، اوعى تكون زهقت مننا. الميزة رقم 2 ان الالماني والانجليزي اصلا زمان جدا من حوالي 4000 سنة كانوا لغة واحدة اسمها اللغة الجرمانية. اللغة الجرمانية كان زمان خالص في اوروبا في لغتين رئيسيتين، الجرمانية واللاتينية. الجرمانية هما اللي اشتقوا منها اللغة الالمانية والانجليزية والهولندية والدنماركية تقريبا، لكن اللغات اللاتينية هي بقى الفرنساوي والايطالي والاسباني اللي شبه بعضها كلها. فلو حضرتك بتدرس انجليزي من KG 1 مثلا او من زمان جدا، فاذا الالماني مش هيواجه معاك صعوبه خالص، لان هم اصلا لغه واحده. انا ممكن احط لك في الديسكريبشن تحت ورقه موجود فيها اكتر من 400 كلمه متشابهه من جوه منهجك، كمان هتلاقيهم مترجمين. هتتبسط جدا بالورقه ديت، ولو كنت على الفيسبوك بتتفرج على الفيديو ده هنزلها لك في هيئه صور، بص عليها في اول تعليق وهتتبسط جدا من الموضوع ده. بالنسبة للميزة الثالثة، دي حاجة بقى أنا حبيتها في الألماني بعد لما دخلت لغة ألمانية في ثانوي وكمان تخصصت فيه في الجامعة. أنا قلت لك قبل كده إن أكتر حاجة شدتني للألماني فكرة إن أنا بشوف المنطوق مكتوب والمكتوب منطوق، لكن لما نيجي نتكلم على الميزة اللي أنا حبيتها قوي في الألماني هي النظام. الألماني منظم لدرجة أنت مش متخيلها، سواء في تكوين الجملة بتتكون من 1 2 3 بس، فاعل وفعل وبقية الجملة. يعني هقول لك مثال، مثلا بقول إيش، الجملة قدامك على الشاشة، إيش ترينك ميلش او تي، انا بشرب شاي بس، ولا في بقى ام واز وار واي ان جي ولا وز وير واي ان جي، فيش الكلام ده خالص. هو الفيرب رقم 2، انا اشرب شاي، الجمله 3 اجزاء، خلص الموضوع. ايش ليرن دويتش، انا بتعلم الماني، خلاص. الموضوع ابسط مما تتخيل في نظام الجمله. في حاجه كمان منظمه في الالماني، يا نهار ابيض ده كتير جدا، امثله كتير جدا، احنا ممكن نقعد في الحته دي لوحدها يجي 5 دقائق. من ضمن الحاجات المنظمه في الالماني الاشتقاقات، يعني كلمه الماني ذات نفسها دويتش اهي قدامك اهي على الشاشه، ممكن نطلع منها ازود لها حرف الاي بس يبقى دويتشي، معناها واحده ست المانيه. ازود لها اي ار يبقى دويتشا، معناها راجل الماني. ازود لها اي ان يبقى دويتشن، معناها الناس الالمان جمع.
هزود لها لاند يبقى دويتشلاند زي انجلاند، يبقى ساعتها دولة ألمانيا. هزود لها كورس يبقى كورس ألماني. ابن لذينه الألماني كله كده. هجيب الكلمة، بحفظ الكلمة الأساسية الأصلية اللي هو الأصل بتاع أي كلمة، وبعد كده بطلع منه اشتقاقات كتير. بدل ما تحفظ كلمة بتاخد عليها 4-5 هدايا. ودي من الحاجات العظيمة اللي خلتني أحب الألماني ولا نفسي بحفظ كلمات كتير في وقت قليل. استنى، لسه في النظام كمان جزئيه كمان انا قلت لك هنطول هنا شويه. من ضمن الحاجات اللي في النظام في الالماني او مخليه الالماني منظم ان الالمان مخلين كل الاسماء تبدا بكابيتال. هتقول لي يا سلام، طب ما الانجليزي كده. اقول لك لا معلش، الانجليزي اسماء الاشياء مش كابيتال، انما عندنا اسماء الاشياء كابيتال. اسم شخص او شيء او بلد يعني محمود او كايرو، او مثلا كلمه كاميرا بتبدا بحرف الكا المنطوق مكتوب، خلي بالك الكلمات دي كلها بتبدا بكابيتال. لكن ما ينفعش ان انا ابدا اي اسم بحرف سمول. طب غير الاسماء، الافعال والصفات والاحوال وحرف الجر وظرف المكان، كل الكلام ده سمول في الالماني. منظمين جدا ولاد اللذين. من ضمن الحاجات المنظمه لو جبت جنسيه او وظيفه واخرها ان او ان، يعني لو هننطقها بالانجليزي، فساعتها هتلاقي ان انا كده حولتها لوظيفه مؤنث او جنسيه مؤنث. يعني مثلا انا جنسيتي ايجيبتا مصري، عايز اقول على اختي انها مصريه يبقى ايجيبتا غن. واحد جنسيته انجلندا يعني انجليزي، لو عايز اقول واحده ست جنسيتها انجليزيه يبقى انجلندا غن. فاهم الحته ديت؟ طب ايه كمان؟ كل الافعال في الالماني بتيجي رقم 2. كل الافعال في المصدر بيبقى اخرها ان، زي لستة الافعال اللي قدامك دلوقتي، وهتلاقي نفسك فاهمهم كمان لان هم شبه الانجليزي. يعني كومن شبه كم، درينكن شبه درينك، ليرنن شبه ليرن، هورن شبه هي. فاهم الحته ديت؟ الموضوع ظريف جدا في الالماني. تعال نتكلم يلا على الميزة الرابعة. الميزة الرابعة معانا في اللغة الألمانية إن في عندنا سهولة واضحة جدا في اللغة وفي المنهج. لو هنتكلم على اللغة ذات نفسها هقول لك مثال، احنا ما عندناش غير زمن واحد في سنة أولى، زمن واحد، وزمن واحد في سنة تانية، وزمن واحد في سنة تالتة، وخلاص على كده. ما عندناش حاجة اسمها مضارع ومضارع مستمر ومضارع تام وماضي وماضي مستمر وماضي تام ومستقبل ومستقبل، لا مفيش الكلام ده. سنة أولى ناخد المضارع، والمضارع عبارة عن إيه؟ الفعل رقم 2 بس مفيش حاجه اسمها فعل مساعد ومعاه اي ان جي والكلام ده. طب بالنسبه للماضي، مكان الماضي محدد ومنظم، بيجي الفيرب في اخر الجمله على طول كده. الالمان ولاد لذينه منظمين في كل حاجه في حياته. طب ايه موضوع سهوله المنهج؟ سهوله المنهج انت عندك في سنه اولى ثانوي درسين الترم الاول ودرسين الترم الثاني بس. في سنه ثانيه ثانوي بيزيدوا شويه، بيبقى 2.5 الترم الاول و2.5 الترم الثاني. في ثالثه زي ثانيه بس مفيش ترم، فبناخد الخمسه على بعضهم. معنى كده ان المنهج بتاعنا كله على بعضه ما بيكملش مستوى الاينز. يعني احنا لسه بنبقى ايه، بناخد زي القشور، بناخد حاجات لذيذه، الارقام، الالوان، المأكولات، غرف الشقه، مش عارف الملابس، المواصلات، الكلام اللذيذ اللي هو بيبقى في الاول ده، اكنك بتدرس انجليزي وانت لسه في ابتدائي. فاذا الالماني بيكون ممتع جدا في الثانوي، وانت بتتبسط بيه لان انت بتشوف الكلمه الى حد كبير بتقدر تخمن معناها، لان هي شبه مين؟ برافو عليك، اللي انت بتدرسه من زمان، مش لسه بتاخد لغه جديده خالص عليه. تعالى يلا مع بعض نتكلم في الميزة الخامسة. الميزة الخامسة معانا ان حضرتك تقدر تدخل عن طريق لغة ألمانية، تخصص لغة ألمانية في الجامعات. يعني الألمان مش بيشترطوا تكون خريج مدارس لغات ألمانية، غير يمكن هنستثني من الموضوع ده آداب القاهرة، بتشترط ان لازم تكون خريج قسم لغة ألمانية، او يكون معاك الجنسية، او يكون معاك من معهد جوته مستوى عالي شوية. لكن غير كده ألسن ما بيشترطش كده، تربية حلوان، تربية عين شمس مش بيشترط كده، آداب حلوان وآداب من محافظات تانية كمان مش بيشترط كده. فإذا حضرتك تقدر تتخصص لغة ألمانية عن طريق إن أنت بس أخدت ألماني في ثانوي، مش أكتر من كده. الميزة رقم 6 معانا ان طالما حضرتك اخترت في تخصصك لغة ألمانية، سواء في ألسن او آداب او تربية، تقدر تتخصص بيهم وهيتوفر لك فرص عمل كبيرة في المستقبل بإذن الله تعالى. ممكن حضرتك تشتغل في مجال التدريس زي انا مثلا، او في مجال الكول سنتر، او الترجمة، او السياحة. بمناسبة الترجمة والسياحة، هل حضرتك تعرف معلومة مهمة جدا ان ألمانيا هي تاني دولة في العالم، او تاني لغة بمعنى أدق، تاني لغة في العالم بتترجم الكتب العلمية والأدبية؟ اللغة الألمانية هي تاني لغة بيترجم لها الكتب العلمية والأدبية، ودي حاجة عظيمة ومهمة جدا. وعشان كده على فكرة الرقم المرتب اللي بيقبضه المترجم باللغة الألمانية بيبقى أكبر من أي لغة تانية.
كمان بمناسبة الكول سنتر، اي حد عارف المعلومة دي، وانا متأكد ان ناس كتير من اللي داخلين الماني داخلينه عشان السبب ده. اي حد بيدخل الماني بيبقى عارف ان الكول سنتر بالالماني هو اعلى مرتب في مصر، ودي حاجة طبعا من حاجات المغرية جدا اللي تخليني ادخل الماني، ان اللغة ليها مستقبل. الله، ما انا داخل اصلا بتعلم ليه؟ انا عشان مستقبلي. بالنسبة للميزة السابعة، الميزة السابعة يا سيدي قرار وزير التعليم العالي سنة 2019 تقريبا، كان هطلع لك المنشط من الجورنال رسمي، ان هو كان قرر ان اللغة الألمانية لابد من تدريسها بشكل إجباري في كليات طب وهندسة والكليات العلمية. يعني معنى كده ان تقريبا كل الطلبة اللي في ثانوي اللي داخلين علمي لازم يخشوا ألماني، ما ينفعش يدخل فرنساوي وإيطالي وأسباني، مع كامل احترامنا لكل اللغات، بس انت هتحتاجهم في الجامعة او هتحتاج اللغة الألمانية في الجامعة بشكل إجباري. يبقى عندي معلومات وخلفية عنها أحسن، ولا أدخل من جديد لسه هفكر في اللغة وأتعلمها من الأول خالص؟ الميزة اللي جاية رقم 8، إن برضو مرتبطة إلى حد ما بالميزة اللي فاتت. ألمانيا بتشترط لو عايز تشتغل هناك لازم تكون متعلم لغة، ما عندهمش هزار في الموضوع ده، معتزين جدا بجنسيتهم وبلغتهم وبكونهم ألمان، فلازم تتعلم لغة عشان تعرف تتعامل معاهم في أي حاجة، في سوبر ماركت ولا في مكان عمل ولا في شركة ولا في أي مكان. في شركات كتير بتطلب منك يبقى عندك مستوى الاتسفاي، في ناس بيطلبوا البي اينس، وفي ناس بتوصل للبيتسفاي، والتسي اينس ساعات بيطلبوها لو عايزينك هناك مدرس تدي كورسات. تعال نفترض ان في مهن طالبة مننا الاتسفاي او البي اينس. طب لو انا واخد الا اينس في ثانوي، ما احنا في ثانوي تقريبا بنخلص الا اينس الا جزء بسيط، لو انا واخد الا اينس في ثانوي، مش ده هيخليني اسهل واوفر في الوقت وفي الفلوس ان انا ادخل على الاتسفاي واتعلمه، بحيث ان انا يتوفر لي فرصه للسفر؟ بس انا مش هكتر في الميزه دي اكتر من كده. انا عارف ان الميزه دي مغريه لناس كتير جدا بيتمنوا يسافروا المانيا، وده شرط من شروط السفر للاسف. بس طبعا لو انت في ثانوي واخد الا اينس هيسهل لك كتير في المرحله اللي بعدها. الميزة رقم 9 في اللغة الألمانية، إن مش أنت لوحدك اللي بتتكلم ألماني، ده في 5 دول بشكل رسمي بيتكلموا لغة ألمانية، اللي هي ألمانيا، النمسا، لوكسمبورغ، ليشتنشتاين، سويسرا. ال5 دول دول في أوروبا بيتكلموا ألماني بشكل رسمي. يعني كام دولة في أوروبا بتتكلم إيطالي بشكل رسمي، فرنساوي بشكل رسمي، إنجليزي حتى بشكل رسمي. كل دولة وليها لغتها، روسيا يبقى روسي، فنلندا يبقى فنلندي، إنجلترا يبقى إنجليزي، الدنمارك يبقى دنماركي. لكن الألماني لا، الألماني عشان اتفقنا لغة قديمة جدا، ف5 دول بيتكلموها. مش بس كده، اللي بيتكلموا ويتعلموا ألماني في العالم كله حوالي 121 مليون بني آدم. ده رقم كبير جدا، ده مش قليل خالص. يعني مش انت لوحدك اللي هتكون بتتعلم ألماني، ده ناس تانية كتير جدا زيك، وناس كلهم عندهم طموح وأمل في المستقبل زيك، ان هم نفسهم يبقوا حاجة كبيرة في المستقبل ان شاء الله تعالى. الميزة رقم 10 والأخيرة في فيديو بتاعنا النهاردة، لكن مش الأخيرة في المجمل ده، بس عشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده. الميزة رقم 10 والأخيرة إن ألمانيا بلد نظيفة جدا جدا، وهوريك دلوقتي صور منها، ومنظمة جدا جدا، وبلد قانون، القانون بيمشي على الكبير وعلى الصغير. لو رحت هناك وانت شخصية ملتزمة تعرف تتعايش معاهم بسهولة جدا، إن هم عمليين، مش بتوع مناظر ومش بتوع حاجات. هم أهم حاجة عندهم الشغل والنظافة، دي أهم حاجة عند الألمان. مفيش بلد بيخلو من العيوب، ومفيش لغة بتخلو من العيوب، بس احنا بنتكلم ان عندنا مميزات اكتر بكتير من العيوب، وده بيخلينا اختار لغة ألمانية وانا مطمن ومرتاح لابني، هيضمن له بإذن الله مستقبل كبير ان شاء الله تعالى. في نهاية الفيديو بتاعنا لازم طبعا نوجه كل الاحترام وتقدير لكل اللغات الأجنبية التانية، فرنساوي وإيطالي وأسباني وحتى الصين. ده انا نفسي اتعلم صيني والله. عايز اقول لك، وعلى فكرة انا بحب الفرنساوي جدا، وعايز اقول لك ان كل اصحابي مدرسين فرنساوي وايطالي، ده بطبيعة الحال. يعني كل مدرسين الفرنساوي والايطالي واللغات التانية ليهم مننا كل احترام. وفي حاجة مهمة جدا لازم اقولها، عشان دي شهادة حق قدام ربنا، لازم الناس كلها تعرفها. هل ينفع ادخل لغة غير الألمانية وانجح واجيب مجموع عالي؟ طبعا. الموضوع كله بيتوقف على المذاكره. انا قلت لك على المميزات اللي عندنا، اسمع المميزات من مدرسين اللغات الاخرى وقرر بنفسك. اخر حاجه ما تنساش، وزير التربيه والتعليم السابق بذات نفسه قال على اللغه الالمانيه انها سهله وبتلم درجات. يلا هوريك الفيديو دلوقتي. داخل امتحان الماني،
الناس الاهالي وحضرتك معانا سامعيننا يقول لك احنا بنختار الالماني لغه تانية لانه بيجي اسهل فبنلم بيه نمر. مش بقى الحوار ده نلم بينا بقى. بيقولوا كده بالظبط. ولو حضرتك قريت على فيسبوك مش معناه ان هو عاوز ابنه يتعلم الماني، هو بيلم نمر. في نهاية الفيديو أتمنى تكون خلاص أنت كده استقريت وعرفت قرارك، وربنا يا رب يوفقك، وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. أشوفكم على ألف خير يا حبايبي الغاليين. تشيرز.